هذه اللوحة تنتمي إلى الفن السريالي، حيث تتداخل الرموز والعناصر بطريقة تجريدية لتقديم رسالة غامضة ومتعددة الأوجه. هذه اللوحة ليست مجرد مشهد، بل هي قصة متعددة المفاهيم. إليكم بعض القراءات حسب فهمي للوحة الفنان المبدع فؤاد حمدي. الرجل العجوز بملابسه الرسمية وعكازه يرمز إلى الشيخوخة والتجربة الطويلة في الحياة. في المقابل يظهر الجسد الأنثوي في وضعية مغرية، ما قد يشير إلى استمرار الرغبة رغم تقدم العمر، وكأن الشيخوخة لا تضفي شهوة الإنسان. أما رسم فنانين للبولينغ بين الرأس والجسد فقد يمثل تذبذب الرغبات بين العقل والجسد، بين الحكمة والغرائز. أما جسد المرأة هنا فغير مكتمل، جزء منه فقط ظاهر، وكأنها انعكاس لفكرة أو شبح للرغبة أكثر من كونها شخصا حقيقيا. قد يكون الفنان يعبر عن كيف تصبح المرأة في مراحل معينة من العمر مجرد ذكرى أو فكرة متخيلة، بدلا من كونها واقعا ملموسة. هنا الرأس غائب والجسد مقطوع، مما يعزز الشعور بعدم اكتمال الهوية. الكاميرا في الأعلى قد تشير إلى دور المراقبة والتوثيق، وكأننا أمام صور مصطنعة أو تمثيل زائف للحقيقة. كما أن وجود بقعة حمراء على إصبع المرأة قد يرمز إلى العنف أو الألم العاطفي المرتبط بالعلاقات البشرية. أما البولينغ قد يمثل شيئا قابلا للسقوط بسهولة، مما يرمز إلى هشاشة الرغبات الإنسانية أو تلاشي الأحلام عند الاصطدام بالواقع. كونها بين الرأس والجسد يشير إلى التوتر بين الأفكار والرغبات الجسدية. في النهاية لا تمنحنا اللوحة إجابات، بل تفتح أبواب التساؤلات وتفسح المجال كذلك لتفاسير متعددة، ولكنها بشكل عام تعكس التناقضات بين الشباب والشيخوخة، الرغبة والعقل، الذكريات والواقع، وتطرح كذلك تساؤلات عن معنى الهوية والخيال في تجربة الإنسان مع الزمن. لقد توفق فناننا في جعل خيالنا يسافر بنا بعيدا، وهو يلتقط مجموعة من الصور كالآلة الفوتوغرافية الموجودة في اللوحة. هنيئا لفناننا بهذا العمل الرقي الجميل. تحياتي وتقديري. شكرا لكم. قراءة عبد الله السعيدي، ودمتم بألف خير.